السلام عليكم. ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا بألف خير. طبعا سبت لكم في اول الفيديو كده من غير اي كلام علشان تسمعوا بس ايه التش بتاعت البسبوسة دي وهي بنحط عليها الشربات علشان تعرفوا ان البسبوسة ناجحة 100%. النهاردة ان شاء الله هنعمل في الفيديو البسبوسة اللي هي بتقولوا عليها بسبوسة المحلات او بسبوسة الشارع، بسبوسة المية. هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة جدا جدا وبمكونات اقتصادية. كمان لو في اي مكون مش معاكي او مش موجود في البيت هقولك على البديل ليه. زي ما انتوا شايفين ده جمالها اهو في تاني يوم، تمام، في ضوء الشمس وضوء النهار الطبيعي جدا. حاجة كده متماسكة ومرملة وطعمها لذيذ قوي قوي، هتعجبكم جدا. هتقوموا تجربوها دلوقتي حالا بعد ما تشوفوا الفيديو. ويلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا. بس قبل ما نبدأ الفيديو هنصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. عندي هنا سميد بنجيبه من عند العطار، نص كيلو من السميد يعني 500 جرام، يعني 3 كوبايات بالكوباية المعيارية بتاعتي اهي دي، او المج العادي بتاعنا اللي بنشرب بيه الشاي في كل مطبخ موجود. عليه معلقة صغيرة من الملح، هنقلبهم كويس كده مع بعض. وبعد كده هجيب معلقة كبيرة من الحليب البودرة علشان تديني طعم حلو. بس يعني كل الموضوع عشان الطعم ونقدر نستغنى عنها تماما في الوصفة. تمام. بعد كده عندي كيس من الفانيليا او معلقة صغيرة من الفانيليا عشان تديني ريحة وطعم جميل قوي قوي. تمام. خليكم معايا في الفيديو، ما تنسوش بقى اللايك الجميل علشان وصفتنا توصل لأكبر عدد من الحلوين اللي بيحبوا البسبوسة. فما تنسوش اللايك الحلو من ايدكم الحلوة. هنزل بقى دلوقتي على السميد بتاعنا بكوباية الا ربع من السمنة. يا ريت السمنة بتاعتنا تكون نوع كويس جدا، يعني مثلا انا بستخدم في البسبوسة او الحلويات الشرقية السمنة البلدي لانه بتديها طعم لذيذ قوي قوي. يعني بسبوسة عندي يعني سمنة بلدي، فانتي اختاري نوع حلو من السمنة واستخدميه في البسبوسة علشان تطلع معاكي الطعم جميل. فطبعا انا كنت عاوزة احطهم في بولة كبيرة من الاول. تمام. فخلاص انا نقلتهم في بولة كبيرة عشان اعرف احط بقية المكونات بتاعتي واعرف اخد راحتي في التقليب. طبعا هنبسها كويس جدا السمنه لغايه ما نحس كده ان حبات السميد كلها فيها سمنه، مش شويه فيهم سمنه وشويه لا. فاستخدمت ايدي علشان ابسها كويس زي ما انتوا شفتوا كده بالظبط. هجيب عندي هنا بوله او حله او كسرولة كده، هحط فيها كوبايه الا ربع من السكر بتاعنا العادي جدا بتاع الشاي، وعندي كوبايه الا ربع من الميه، عليهم معلقتين كبار من عسل الجلوكوز. طيب لو مش عندي عسل جلوكوز عادي، ممكن لو عندي شربات تقيل هحط معلقتين كبار. طيب ما عنديش شربات تقيل انا ممكن احط عسل ابيض. عندك اهو بديلين للعسل الجلوكوز. تمام. فانت شوفي ايه الموجود عندك حطي منه علشان بيديها لون حلو قوي قوي. وكمان هيخفف السكر بتاع البسبوسة. تمام. هحطهم كده، هرفعهم على النار وهفضل اقلب لغاية السكر والعسل ما يدوبوا مع بعض كويس في المية. تمام. انا مش عاوزة يعني السوائل بتاعتي تسخن او تبقى سخنة، لا خالص، يا دوب السكر والعسل يدوبوا خالص، وهتبقى يعني المكونات دي هتبقى دافية بس دفيان، يعني مش هسخنها قوي لدرجة ان هي تلسعني او زي ما انتوا شايفين، يعني يا دوب دافية دفيان لغاية السكر معايا داب اهو. حطيت المكونات كلهم اللي هي كوباية الا ربع من السكر، كوباية الا ربع من المية. مش هنستخدم هنا لا حليب ولا زبادي ولا اي حاجة ولا بيض ولا بيكنج باودر ولا اي حاجة. تمام. غير المية والسكر ومعلقة أو معلقتين العسل الجلوكوز اللي هي ربع كوباية. وإن شاء الله هسيبلك في صندوق الوصف كل المقادير بالكوباية والجرام علشان لو حبيتي ترجعي لها في أي وقت إن شاء الله ترجعي لها مقادير مظبوطة وبسبوسة تحفة زي ما شفتوا في أول فيديو. كمان كملوا معايا الفيديو للآخر علشان تشوفوها كمان في آخر الفيديو حاجة كده تحفة. قلبتهم بالمعلقة كده، مش هنعجن ولا هنشيل ولا هنحط، يا دوب بالمعلقة لغاية ما السوائل كلها توصل لحبات السميد. تمام. خلاص كده يبقى تمام. هنرفع ايدنا. هجيب معلقتين حلوين كده من السمنة البلدي، او عندك طحينة عندك زبدة براحتك خالص. ادهني الطاسة او الصينية بتاعتك كويس.
طبعا انا بتحكم في السمك بتاعها. انا جبت الصينيه بتاعتي هنا مقاسها 30 في 40 علشان اخلي السمك بتاعها زي ما احنا بنشتريها من المحلات او بتشوفوها طبعا في الشارع او في المحل، بتبقى السمك بتاعها خفيف قوي. فانت تقدري برضو تتحكمي في السمك بتاعها، لو مش عاوزه سمك رفيع زي ما انت شفتي كده في اول الفيديو، فانت تقدري تجيبي يعني الصينية تكون مقاس 30 في 30 أو 28، فبراحتك خالص. أنا بصراحة كبرت الصينية علشان عايزة السمك بتاعها يكون رفيع زي بتاعة بره، واحنا أصلا بنحبها تكون رفيعة قوي. بس كده مش هنحط بيكنج باودر علشان هي مش كيك ولا معجنات، فمش هنحط بيكنج باودر خالص. تمام، بس كده يا دوب وزعتها زي ما انتوا شايفين كده، خبطتها خبطتين. تمام، سويتها عادي بايدي. تمام، بعد كده اهو زي ما انتوا شايفين اهو، يا دوب الهزه دي وبعد كده خبطتين هتلاقيها اتسوت معاكي وزي الفل. هندخلها الفرن على درجه حراره 180 ل 190. هتقعد معايا حوالي 35 دقيقه. بعد كده هفتح عليها شوية، أول ما الاقي حوالين داير كده أخدت لون ذهبي، هبدأ أفتح الشواية من فوق وبس، وهتاخد لون معايا وهنطلعها. عندي الشربات بتاعها كوبايتين من السكر وكوبايتين من المية عليهم عصرة الليمون، هحطهم زي ما هو كده على النار، مش هقلب سكر ولا حاجة لغاية ما الاقي السكر ده لوحده. أديها تقلبتين كده وأسيبها من بداية الغليان لغاية ما أطفي عليها 7 دقايق، من 6 ل7 دقايق بالظبط كده. بسبوسة لا، شربات البسبوسة هيكون جاهز معايا. تمام، أول ما طفيت النار، تمام، بعد الغليان ب7 دقايق هحط كده كيس من الفانيليا أو معلقة صغيرة من الفانيليا، سواء السائلة أو اللي بسكر اللي عندنا زي في الأكياس كده. تمام، طلعت البسبوسة أهو على طول من الفرن. هنزل عليها بالشربات وهو سخن عادي جدا، حتى لو شرباتك برد مفيش أي مشكلة. سامعين الصوت؟ أول ما تشوفوا البسبوسة بتعمل الصوت ده وبتشرب كده الشربات بتاعي، تعرفوا إن هي بسبوسة ناجحة 100%. احتفظوا بالوصفة دي عندكم يا بنات في التليفون علشان إن شاء الله ترجعوا لها في رمضان وتعملوها. وكمان مش هتستنوا كمان رمضان، بعد ما شفتوا الجمال ده كله هتقوموا تطبقوها دلوقتي وتقولوا لي ايه رأيكم في الكومنتات على البسبوسة الجميلة دي. اخدت معايا 35 دقيقة في فرن من 180 ل 190. ظبطي الفرن بتاعتك علشان تاخدي احلى بسبوسه، ما تعليش الفرن قوي علشان ايه تستوي معايا كويس وتلاقي لونها من جوه ومن تحت حلو قوي قوي. تمام، هخلي المعلقه دي في الاخر هلمع بيها الوش كده. تمام، بعد ما سبتها هديت حوالي 10 دقايق لربع ساعه كده، ابدا اقطعها وهوريكم بقى شكل البسبوسه وطعمها. عاوزه اقول لكم وريحتها تجنن بجد. جربوها بالميه، حاجه كده تحفه. ما تنسوش بقى اللايك الجميل. تمام، لاحلى بسبوسه بجد هتاكلوها في حياتكم. قومي جربيها دلوقتي بجد، حاجه كده تحفه. نص كيلو من سميد البسبوسه من عند العطار. شايفين الترميله؟ هقول لكم على المقادير تاني. شايفين الترميله اهي، ومتماسكه وجميله قوي قوي، وكمان دي لسه سخنه. اول ما هتبرد هتتماسك معاكي اكتر وهتبقى حاجه كده تحفه. شايفين الجمال؟ عاوزه اقول لكم الريحه والطعم بجد احلى من الشكل بكتير قوي. شايفين اهو، ما شاء الله اللهم بارك، حاجه كده تحفه يا بنات بجد. لازم تقوموا تجربوها دلوقتي وتقولوا لي ايه رايكم في الكومنتات. ولو في اي حاجه نسيت اقولها او عندكم اي سؤال اكتبوا لي في الكومنتات، هرد عليكم فورا ان شاء الله. شايفين الجمال اهو، ما شاء الله حاجه كده تحفه. بس كده طبعا مقاديرنا هقولها تاني على السريع كده، وان شاء الله هكتبها لك في صندوق الوصف. تضغطي على العنوان هيطلع لك صندوق الوصف. هيبقى نص كيلو او 500 جرام من سميد البسبوسه من عند العطار، بيبقى وسط. تمام، لا هو ناعم ولا خشن. عليه ذره من الملح، عليه معلقه كبيره من الحليب البودره ونقدر نستغنى عنها. تمام، وبعد كده الفانيليا برضو ما تنسوش الفانيليا، وما تنسوش ذرة الملح علشان هي بتدي طعم لذيذ قوي. وكمان كوباية الا ربع من المية، كوباية الا ربع من السكر، وربع كوباية صغيرة من
العسل الجلوكوز أو عسل النحل أو الشربات تقيل. بس كده، دي كانت وصفتنا النهاردة، إن شاء الله تكون عجبتكم، وأشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.